في بلدة صغيرة ولدت أغرب قضية مرت على القضاء في السعودية. شقيقان يتخاصمان حتى وصلا إلى طاولة القاضي من أجل امرأة عجوز فاق عمرها 100 لا تملك من هذه الدنيا سوى خرقة بسيطة تكسو جسدها المقعد. حيزان هو الخصم الآخر في القضية، لم يتزوج ولم يعمل أي وظيفة من أجل أن يخدم أمه. أتكلم لا تدري هذه بس الله يجزاها خير، وأنت الله جعلها للجنة اللي تبرد على عظامها، عداد عظامها وعداد عظام المسلمين اللي تبرد على عظامها، أغليها قوة. يا شيخ الجن خير، كيف أغليها قوة؟ أولا قالت إني طال عمرك ببطنها وتجوع ويتبعها التعب، وبين رضعات نجايسها وتسهر علي وناس سيف محبة، سيف محبة يا شيخ سبحان الله. ويا ناس بالله انه بطت شوكه الليل تسهر كله. احب من طلع الشمس لمغيبها. تحبه؟ الله الحمد لله والشكر. ما هي امي هذا وشلون هذا؟ ما يحبني الله يلعني الله قرها الودي لين دفتها الحمد لله والشكر. سوي لها الحمد لله من كل طعام، لحم، عيش، نعاجة حلبها، كل شيء بتانها اسويه انا مره لها. يوم درتني الامور انا وياها مره لها ساعه كساعه وش تقول الله يسكنها الجنه. شوي بها غسله، طعم اعطيه، انا بنتها والله اني وعيت بها مشحتها غدنا يوم ماتت والماء متفرد. بكل حرقة يقول: كيف تكون أمي على قيد الحياة ولا أكون عند قدميها كل لحظة؟ ويوصي هذا الجيل: إن لم ترضى عنك أمك فأبشر بتعاسة في هذه الدنيا. ارحمها وتسقيها الماء وتعطيها العيش وتعطيها كل شيء ولا تنهرها، ولو تقول طال عمرك كل شيء لك ترحمها كان الله يرحمك. ويا كبرت وهانتها لك تقتلها وش تقولها؟ والله ما تشوف الخير يا ما بريتها، يا عجت عن روحها، حاجت عن روحها احتاجتك، والله ما تشوف الخير. يلا فالقدر ذا يبطي ثويبه ويغسلها. ما هي امي منين جيت انا؟ بت مع العشب، ما نبت مع العشب. ويا بطتني شوكه وشيء تسهر الليل كله وكيف ما غسلت ثويبه. أهل هذه البلدة حاولوا أن يتدخلوا مرات عديدة في حل هذه القضية بشكل ودي، ويقولون: لم نرى طيلة حياتنا نفس هذا الشخص ببره بأمه. انقطع من الوظيفة، انقطع من يعني جميع الوظائف والروحات وعن السفر، جميع الأشغال تركها على حساب أمه. الشيخ قال هاتوها، جابوها بطانية ما تحرك، تعوقت من الكبر، يعني لها فوق 100 ما أدري والله وش بالضبط. يوم جابوها قال الشيخ باخذ رأيها، وش تقولين يا أم حيزان؟ قالت والله واحدة العين هذه وواحدة العين الثانية. الشيخ حكم لأخوه ظاهر اللي عنده بنات وعيال حتى يستطيعون يخدمونه، هو مرضى قام يصيح عند الشيخ، قام يرضى، وهذه سمعت ماتت وهو عنده يطيح حتى الحكم، قال أبد ما تقربونه لين توفت عنده. هي أمه الذي لا يلقي اهتماما في هذه الدنيا إلا لها، ولكن فرق بينهم الموت قبل عدة سنوات، ولا زال يبرها بزيارة قبرها كل أسبوع. لMBC